خبر عاجل. الزمالك يتلقى مخاطبة رسمية من أحمد سيد زيزو يؤكد فيها اللاعب على استعداده للخضوع للتحقيق والتدريبات حسب المواعيد المحددة بشرط تعهد الإدارة بالحفاظ على سلامته. ده اللي أنا قلته امبارح، إنه النادي يتعهد بالسلامة واللاعب يرجع عادي جدا ولا فيها أدنى مشكلة على الإطلاق، وده اللي لازم يحصل، وده اللي لسه كنت بقوله في المقدمة. يا جماعة خلينا نتعود إن احنا إزاي يبقى نهاية العلاقة بالحب والود والاحترام. يعني الناس كلها عمالة تضرب المثل بختام العلاقة الرائع ما بين الأهلي ومارسيل كولر. صحيح زيزو نجم رائع ونجم هام جدا في نادي الزمالك، لكن هذا هو اختياره، يختار بقى النادي اللي هو عايزه، مش عايز يكمل في النادي ده، عايز يروح نادي تاني، له مطلق الحرية حتى الآن وحتى هذه اللحظة. واحنا معاكم في قناة النادي الأهلي لم نعلن انه زيزو انضم للنادي الأهلي، كل ما يعلن هو على سبيل الاجتهادات. لكن هل هناك اي تصريح رسمي صدر من اي مسؤول في النادي الاهلي ان زيزو وقع للنادي الاهلي؟ ما حصلش، وبالتالي بناخدها كلها حتى اللحظه اللي انا معاكم دي في بند الاجتهادات. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، حلقه جديده من برنامجكم حارس الاهلي. فوز صعب واحنا اللي صعبناه على نفسنا، لكن مثل هذه المباريات بتكون المباريات الاصعب. بعد الخروج من بطولة كبيرة أو بعد هزيمة بتكون مفاجأة أو بعد كبوة، دايما بيحصل نوع من أنواع التوتر، العصبية، فقدان الثقة لبعض الشيء. ولكن الحمد لله النهاردة فزنا 3-2. مباراة الحقيقة كان فيها مطبات كتيرة جدا ما عجبتنيش، لكنه في النهاية المحصلة إنك حصلت على 3 نقاط. بعد ال3 نقاط دي نفتح ملفنا الأول في حلقتنا اليوم، والملف الأول النهاردة إنه الدوري في الملعب. لسه الدوري في الملعب. بديك شفت مباراة حرس الحدود وبيراميدز لحد الدقيقة الأخيرة، نتيجة 1-1، ولولا خطأ ساذج من محمد فاروق لاعب نادي حرس الحدود لاحتفظ حرس الحدود بالتعادل. يعني اللي عايز أقوله لك إنه كل مباراة ولها ظروفها، ما تضمنش حاجة. الأهلي متقدم على بتروجيت 2-0 في الشوط الأول، في آخر 5 دقايق بتروجيت بيسجل هدفين وتبقى 2-2، ولولا تألق جراديشار والهدف الرائع العالمي اللي سجله ممكن كنا خرجنا متعادلين، او الكرة الأخيرة اللي هزت شباك النادي الأهلي ولكن من الخارج برضه لكانت انتهت المباراة بالتعادل 3-3. لكنه النهارده عندنا كثير من المكاسب. أول حاجة انك حصلت على 3 نقاط، تاني حاجة انك ما زلت في المنافسة، تالت حاجة انك بتسترد الثقة، رابع حاجة انك بتسجل اهداف، خامس حاجة وهي الاهم بقى من وجهة نظري هي جماهير النادي الاهلي. بصراحة هذه الجماهير تستاهل تمثال من ذهب، لانه الجماهير عددها كويس، بتشجع من اول المباراة لاخر المباراة، كسبان 1 بيشجعوك، كسبان 2 بيشجعوك، يدخل فيك جون بيشجعوك، يدخل فيك جونين بيشجعوك، وورا الفرقة حتى النهاية. في نقاط كتيرة كمان النهاردة لازم تقول انها من مكاسب النادي الاهلي، منها عودة وسام ابو علي للتهديف بعد غيابه، وقعد غايب يجي 3 شهور او اكتر للاصابة، وبعدين الثقة كانت شوية بعيدة، لكن النهاردة بيسجل واضاع هدفين 3، كان ممكن النهاردة يسجل هاتريك على الاقل، لكنه عاد للتهديف. تاني حاجة اعادة الثقة لعدد من اللاعبين. يعني النهاردة بص، بس الاول صناعة امام جميله، وهنا قرار وسام ابو علي، ده اللي انا عايز اقوله لوسام، القرار مهم جدا. هنا وسام القرار كان التسديد مره واحده، وبالتالي لحظه خروج الحارس عمر صلاح سكنت الشباك. عنده بقى اكتر من لعبه بعد كده كان من السهل جدا انه يسجل. الصناعه من امام رائعه، النهايه من وسام اكتر من رائعه، وتبقى تقدم جميل بعد 11 دقيقه، وبعد ما فيش كام دقيقه جبنا الهدف الثاني. مفيش احلى من كده، مفيش اسهل من كده، مفيش اجمل من كده. لكن كمان الاسيست من طاهر رائع، طاهر الاسيست بيعمله حلو، التسديد بيعمله حلو، والاستعداد من عمرو السوليه، لان عمرو السوليه لانه لعيب عنده صبغه هجوميه، فبالتالي كان موجود في ال18. صحيح الكره اصلا ضربه ركنيه واتعملت بشكل جيد، لكن اتعمل فيها شغل كويس. الاوفر حلو من بن شرقي، الاسيست حلو قوي من طاهر، التسديد كمان من قرار واحد من عمرو السوليه، فكل ده جميل. عودة مجدي قفشه النهارده، عودة حسين الشحات النهارده. شوف حضرتك الهدف الجميل الثالث ده، استغلال الكرات الثابته النهارده، انت جايب من كورتين ثابتتين هدفين، الهدف اللي من كورنر بتاع السوليه،
والهدف الثاني العرضيه، وجراديشار كان لسه بيقول يا هادي، يعني لسه نازل ما بقالوش ثانيه، دي اول لمسه. بص الولد وثقته، بص الولد واداؤه المتميز، كما لو كان راقص باليه. حطها تسكن المقص الشمال على يسار عمر صلاح، مسجلا الهدف الثالث. جبنا هدف رابع لامام عاشور، انا شايف انه قد يكون هدف، وجهه نظري انه من الممكن يكون هدف، لكنه عاد حكمنا الدولي محمد معروف الى الفار، وبعد العوده قرر الغاء الهدف. ماشي، بس كان نفسي الهدف ده يتحسب، لانه كان هيريح اعصابنا واعصاب كابتن عماد النحاس. كمان من مكاسبك النهارده انه هذه هي البدايه لكابتن عماد النحاس وكابتن محمد شوقي في ثوبه الجديد كمدرب عام للفريق. جميل انه يبدا بالفوز، مفيش اجمل للمدرب من انه يبدا بفوز، ده مهم جدا. وعماد الحقيقه من ابناء الاهلي المخلصين جدا، والنهارده كان يبدو عليه الهدوء، يعني لانه لسه في حاله تعارف مع اللاعبين، لكن ان انت تبدا بفوز ده امر شديد الاهميه. حته الثقه كمان اللي موجوده عند اللعيبه او عند دكه البدلاء في اللعيبه اللي موجوده في الملعب، ده مهم جدا. المهم انك بتحصل على 3 نقاط، انك بترفع رصيدك الى 43 نقطه، وكان المفروض والله يبقوا 46 نقطه، لكنه خلاص قدر الله وما شاء فعل. انت يبقى ليك 5 مباريات. احنا اتكلمنا من امبارح انه لازم تكسب ال6 مباريات باذن الله. فوز النهارده ده مهم جدا، ده الانطلاقه الحقيقيه للفوز بال5 مباريات القادمه. اشطب ماتش بتروجيت ايا كان بقى باخطائه الدفاعيه بمشاكله الدفاعيه، لكن اشطب ماتش بتروجيت، انت خلاص كسبته. 3 نقاط اضيفوا الى رصيدك، وده في غايه الاهميه. وابدا فكر في ماتش حرس الحدود، لازم ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه الماتش القادم يكون فوز باداء جيد باهداف جيده. خلي بالك انت كسبت حرس الحدود في الدور الاول بصعوبه بالغه بهدف لاشرف بن شرقي في الوقت بدل الضايع، فالدور عليك دلوقتي انك تكسب مكسب كويس، وده مهم جدا جدا جدا، انك تحاول الحفاظ على شباكك نظيفه، انك تحاول تسجل اكبر عدد من الاهداف، لانه قد تحتاج الى الاهداف، وانا بقول لك وبنبه من دلوقتي قد تحتاج الى الاهداف.